جماعة والنبي يا جماعة عايز أفهم حاجة. يعني هو بيسيرو بتاعنا ده صحي من الصبح كده لقى نفسه مش عايز يجي الزمالك وبقى عايز يمشي ويقول لك الجو العام مش مناسب. طب على أساس إيه أنت مكمل؟ وعلى أساس إيه أنت كنت عايز تكمل وعمال تقول التجربة وعايز أخوض التجربة والتجربة أحلى من التجربة والدنيا والجمهور ومش عارف إيه؟ وبعدين ليه اشمعنى الزمالك دايما بغض النظر ان المدرب ده حلو او وحش او كل المدرب بيعدي على الزمالك يعني عامل ازاي مع الزمالك؟ يعني كالترون كان مفوق الدنيا وكان معاه فرقه وكان ونهائي افريقيا وجاي لك لا والله يا جماعه انا عايز امشي مش قادر من نفسه. فاضل ماتش واحد تكسبه وتاخد البطوله وتروح في حته ثانيه. فدي غريبه جدا، غريبه جدا مع الزمالك. الزمالك كده ليه قوانين غريبه قوي يا جماعه، والله بجد ليه قوانين مش مفهومه، يعني ما تفهموش ليه ده بيحصل معاك في التوقيت ده وفي الوقت ده وفي الظروف دي ما تفهمش. في حاجه مش مفهومه كده، في حاجات كده بتطلع من الزمالك هو عشان الزمالك. يعني ما تفهمش ليه الزمالك، انا الزمالك انا كده عندي حاجات غريبه ما تفهمهاش. مدرب بقاله شويه نقول ان هو بدا بغض النظر ان احنا كلنا عارفين ان هو دلوقتي عنده مشاكل وكمان ما عندوش سكواد. انت ليه تيجي تسيب الزمالك في اخر 6 ماتشات ما تخلصهم وامشي؟ انا مش فاهم. صحي الصبح الراجل لقى نفسه ان هو عايز، لا انا الجو العام هنا مش حلو فعايز امشي. فليه وعشان ايه؟ ما تبقاش فاهم ليه الزمالك هو الوحيد اللي عنده الحاجات الغريبه دي اللي بتحصل. هو الوحيد اللي تحس عنده حاجه بتتعمل وفي نفس الوقت ما بتتعملش. يعني كل الفرق الدنيا هو الوحيد اللي بتفرق كوره، بتفرق مره واثنين وثلاثه وممكن في سنه واحده مرتين وثلاثه. مع ان سبحان الله في نوادي تانية زي مثلا الاسماعيلي عنده مشاكل قد كده والمصري عنده مشاكل بغض النظر على الفلوس اللي بتجيله برضه. الاتحاد كل الفرق دي ما بتوفلاش قيد، او لو وقف يعني الاسماعيلي عارف ان هو في قيد بس ما بيحصلش عنده كل شويه وقف قيد وقف قيد وقف قيد. نفس الكلام ما بتشوفش ان اللعيبه يعني الفرق دي المدربين بتاعتها بتبقى لا يعني يلا احنا هنصحى الصبح عايزين نمشي. ففي حاجات كده تحس ان هي بتحصل مع الزمالك ما بتحصلش مع غيره، هي بتحصل وما بتحصلش معاه. هو الوحيد، هو الوحيد الحاجه الاساسيه اللي دايما تحصل معاه ده بجد. يعني الزمالك الحاجه الوحيده بجد اللي بشوفها فيه كويسه جدا مع ان انا راجل زملكاوي بس بشوفها فيه هو جمهوره بجد. هو الحاجه الوحيده او النقطه المضيئه جدا في الزمالك وحتى في تاريخ نادي الزمالك دايما الجمهور هو الحاجه الوحيده الثابته والاساسيه اللي موجوده في نادي الزمالك. دايما دي الحاجه الوحيده اللي بتفضل موجوده في نادي الزمالك بغض النظر عن كل حاجه بتعدي وكل حاجه بتمشي وكل حاجه بتفضل حلوه وبتبوظ. هو الحاجه الوحيده الكويسه اللي عمرها ما اتغيرت ولا هتتغير مع نادي الزمالك على مدار تاريخه كله. سبحان الله دايما كده كنت باجي استغرب اول لما بلاقي حد مثلا من صحابي اقول له انت ليه اهلاوي فيقول لي بنكسب. يعني انت بقيت اهلاوي عشان بنكسب؟ طب لو ما كنتش بتكسب؟ فيقول لي ما اعرفش. فانت بتحب النادي ده عشان هو بيكسب، دي اغلبيه الناس. لكن سبحان الله لما اجي اسال اي حد زملكاوي يقول لك انا من وانا صغير دايما اول كلمه دايما كلام وانا صغير حبيته. انا كنت وانا صغير كان بابا زملكاوي مثلا ايا كان، بس تلاقي نفسك انت من نفسك كده تحب النادي ده لشيء مش فاهمه. النادي ده ما بيكسبش، ما فيهوش فلوس ما فيهوش لعيبه ما فيهوش اي حاجه ما فيهوش اي حاجه حتى تنبه ان انا ممكن اقول ان النادي ده هيعمل حاجه قدام. فبجد حاجات غريبه جدا بس تلاقي نفسك انت بتحبه وعايز تتابعه بغض النظر هو بيبقى مطلع عينك وقرفك وخانقك وحاجه نيله، بس تلاقي نفسك مستني الماتش الجاي عشان انا عايز اتفرج على الزمالك. وممكن تيجي الماتش الجاي تتضايق اكتر بس برضه هستناك الماتش اللي بعده. فجمهور الزمالك ده كيمياء غريبه قوي مع الزمالك مش مفهومه، بس هي كيمياء مركبه كده جميله تفهملهاش. اللي هو عارف اللي هو بيعذبك بس في نفس الوقت انا بحبك هو كده فبجد الزمالك ده غريب جدا.